ما ألهم عبد كثرة ذكر الله وكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدته والله بين العباد موفقا مسددا، يأتيه الخير من كل ناحية وتساق له أبواب البركات. هكذا هو العيش في كنف ذكر الله والاستكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصحبتي كنتم معينا طيبا، كنتم بظني صفوة الصحبات، كنتم بظني صفوة الصحبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي ومحباتي من قناة سفيرة السعادة. النهاردة إن شاء الله بإذن الله الحلقة هتبقى منوعة، إن شاء الله بإذن الله توصل لقلبك زي ما هي تخرج من قلبي ليكم. هنبدأ الحلقة دايما زي ما احنا متعودين، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما تنسيش كالعادة كرما منك تعملي لايك للفيديو، وعلى السريع كده شيريه علشان غيرك يستفاد. لو أول مرة تزورينا يسعدني جدا إن انت تشتركي في القناة. وزي ما احنا حبايبي متعودين دايما ان الحلقة بتاعتنا لازم تبقى مليانة كده ايجابيات وتحفيز سواء كان دين او دنيا، ودايما بناخد فيديوهاتنا كتحفيز اكتر في الفترة دي كلها على العبادات خاصة في شهر رمضان. في الاول كده عايزة اكلم اختي وحبيبتي اللي بدأت استعدت لرمضان صح من البداية، وحتى لو ما كانتش استعد بدأت بداية صحيحة قوية، قاومت نفسها الضعيفة وقاومت الخمول والكسل وقاومت التقل العبادة والصدود عن العبادة اللي جواها، واستغفرت واستعينت بالله عز وجل وجهدت نفسها وبدأت الطريق. أول أسبوع في تاني أسبوع كان يدوب بتزق شوية، بدأت العشر الأواخر انطلقت، كانت بالأول بتصور للقيام كده وهي مش حاسة بيه، بدأت تحس بيه. كانت بالأول بتقرأ القرآن وحاسة انها مش متأثرة قوي، بدأت تتأثر. طيب انت هتحافظي على التأثر ده لما بعد رمضان؟ ان شاء الله بإذن الله تستمري ويبقى القرآن غير فيكي، والالتزام بالأذكار ذكر الله دايما غير فيكي وأثر فيكي فعلا. اوعي تعتبري ان العبادة في الفترة دي هتبقى حاجة مؤقتة وحاجة احنا ملتزمين بيها ونخلص رمضان بقى وترجعي زي الأول. لا، ده الغرض من رمضان اللي هو يشحنك إيمانيا، محطة شحن إيمانية قوية جدا تستمر بيها كده باور عالي لغاية لما يجيلك موسم تاني من مواسم الطاعات. هيجي عليك 10 ذو الحجة، هيجي عليكي أيام تانية فضيلة هتصومي 6 من شوال إن شاء الله بعد رمضان. المهم إنك تفضلي محافظة على الشحنة الإيمانية القوية ده، لأن احنا في أقوى موسم طاعات في السنة. المحطات الإيمانية دي لازم تطلعي منها مستفادة باقي السنة، وفعلا عندك شحنة تقضيكي. وكل لما الشحنة دي بتقل سبحان الله ربنا هتلاقيه بيبعت لنا موسم عبادات تانية وفي نفحات ربانية طول السنة بتقابلنا. عارفين يا بنات لما يبقى جواكي كده وانت بتعملي العبادة ومش حاسة بيها بس انت مصرة ان انت تعمليها، ان شاء الله ربنا يقبلها ويتقبلك في الصالحين، وان شاء الله ربنا يكتبنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. خاصة حبايبي عايزة اتكلم عن حتة كده شوية تخص الستات. ممكن تبقي قبل البريود في الفترة اللي احنا فيها في العشر الأواخر أو أثناء البريود، سواء أثناءها أو قبلها بيكون المزاج متلخبط، بتكوني النفسية مش تمام، بتكوني مقبوضة، بيكون نفسيتك مش أحسن حاجة وبتعبدي ربنا وما بتحسيش بانشراح العبادة اللي في الأيام باقي الشهر. وده كل ست بتلمسه، ومش هتلاقي ولا كتاب في الدين ولا كتاب في العلم بيتكلمك على النقطة دي غير الستات اللي بيحسوا فعلا ان انتي انا مالي كده مش حاسه بالقران قوي، انا مالي كده بصلي فين الفرحه والخشوع والسجود، مالي كده تقيله. بصي يكفي ان انتي الاحساس ده مش عاجبك، ويكفي انك بتجاهدي نفسك انك تستمري رغم الاحساس اللي عايزه اقول لكم احساس بيضايق قوي، احساس انك اصلا لذة العباده مش لاقياها قوي علشان مزاجك وعشان هرموناتك متلخبطه شويه. ولكن الثبات على الطاعه وعلى العباده نفسها وانتي في الحاله دي تؤجري كما لو كنتي بنفسيه افضل وبايمانيات اعلى ان شاء الله باذن الله. اوعي تسيبي في الفتره دي، اوعي تقولي انا مش حاسه بالصلاه مش حاسه بقراءه القران تتنرفزي وتتوتري وتحبطي. لا، افتكري ان الايام الحلوه هترجع تاني، وهترجعي تركزي في العباده تاني وتركزي في الاذكار وفي قراءه القران وتستجمعي خشوعك تاني في الصلاه، وتحسي انك مركزه مش سارحه السرحان اللي ممكن بيجيلك غصب عنك ويروح ويجي.
ده كله بيكون غصب عنك، ولكن ربنا مطلع عليكي وعلى اللي جواكي، وعارف ان انت رغم ده كله انت مستمرة وثابتة على العبادات اللي انت بتعمليها. برضو حبيبتي اللي أثر فيها رمضان، اللي بدأت في مرحلة جديدة علشان تغير حياتها بالكامل، وعزمت وقررت ان يكون ذكر الله جزء مهم في حياتها، اوعي تنقطعي عن الأذكار ولا يوم ولا ساعة تانية بعد رمضان. سواء كنت التزمت بورد استغفار، تسبيح، صلاة على النبي، يعني خليه بقى أساسي في حياتك كلها بعد كده، لأن ذكر الله هو الوقود الأساسي للقلب، هو الوقود الأساسي للإيمان، هو الوقود الأساسي للحياة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. فانت دلوقتي ربنا أحيا قلبك بنور الإيمان، وعشتي إيمانيات ممكن تكوني ما عشتهاش من قبل كده. لما بدأتي فعلا عملتي ورد كل يوم الأذكار ماشية، يعني مش بتسيبيه، قلبك صحي ومخك بقى مركز كده في العبادة وبقى متلهف على العبادة. ده كله بسبب الالتزام بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، اللي هو طبعا أعظم أنواع الذكر. طالما بدأتي تتعلقي بذكر الله عز وجل وبقراءة القرآن، اعرفي ان حياتك بعد كده هيبقى فيها تيسير وهيبقى فيها بركة في جميع أمور حياتك. لما تزحمي حياتك بالذكر وتحسي يومك مشحون ومش فاضية، اصل وراه أذكار وراه قراءة قرآن، الاكتئاب هيقل، هيختفي تدريجيا من حياتك. هموم الدنيا اللي كانت كبيرة في قلبك هتبدأ تختفي وتقل وتشوفها صغيرة قوي. تعلقك بكل شيء سوى الله عز وجل هيختفي. تعلق قلبك بالناس هتحسي انك تسمو بنفسك فوق ملذات الدنيا او هموم الدنيا. فعلا هتكون الدنيا تحت رجلك فعلا، لأن ذكر الله عز وجل قد ملأ قلبك بنور الإيمان وبنور اليقين. الناس اللي بتعاني دايما من الخذلان أو إن قلبها بيتعلق بالبشر من ناحية أي نوع من أنواع المساعدات، أي نوع من أنواع الاحتياج أيا كان، هيخليكي ما بتعشميش في البشر تاني، لأن هيبقى عشمك في الله عز وجل. لأن الذكر بيزيدك قوة نفسية وقوة إيمانية، بتخليكي فعلا الخذلان ده ما بقاش أصلا يعني مصطلح في حياتك، بقى كل تعلقك وتمسكك بذكر الله عز وجل. قلبك هتلاقيه نظيف من جوه، هتلاقي نفسك كده يعني قلبك لا يتعلق إلا بالله ولا يطلب إلا من الله عز وجل. هيبقى داخلك قوة غريبة بالاستغفار والذكر والقرآن، قلبك هيطمن بذكر الله، بصيرتك دايما هتبقى منورة. دايما تذكري ألا قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هتلاقي حياتك كلها ترتبت، تعلقك هيكون بالله عز وجل فقط. وده اللي أنا بركز عليه وبقوله لك تاني: طول ما انتي متعلقة في الدنيا بأسباب مادية أو ببشر، هتلاقي حياتك مش مرتاحة ولا مريحاكي، هتتعرضي لما احنا بنقول دايما حتة الخذلان. لكن لما يبقى تعلقك بالله عز وجل فقط، هيبقى كل خطوة في حياتك هتكون فيها نور وبركة وتوفيق وسداد من الله عز وجل، مع دايما الاستمرار على دعاء اللهم اهدني وسددني. بعد لما رمضان أثر فيكي بسبب انك خلاص استمريتي وبدأتي جهدتي نفسك على ذكر الله وعلى قراءة القرآن والصلاة، بعد رمضان وهيبقى خلاص بقى لما يحصل لك أي مشكلة في الدنيا أيا كانت حبيبة قلبي، هتلاقي نفسك بتجري على الذكر وعلى الصلاة وعلى قراءة القرآن. قلبك اوتوماتيك خلاص بقى متعلق بالله عز وجل، خلعتي من جواكي أي اعتماد إلا على الله عز وجل. وده كله كان ثمرة الاستمرار على الذكر وعلى قراءة القرآن وعلى القيام وعلى ثمرة الصيام نفسها اللي هو تقوى الله عز وجل. يعني هتلاقي قلبك فعلا خلع من كل ما سوى الله عز وجل. هيبقى عندك فعلا صدق التوكل على الله، يتحقق جواكي فعلا معنى لا إله إلا الله. يعني هتلاقي يعني جواكي كده يقين حقيقي، مش مجرد كلام بتقوليه، أن الله هو معينك، أن الله هو حسبك، الله هو وكيلك، الله هو كافيكي.
كل الحاجات دي حبيبة قلبي بتحصليها من ثمرة الذكر ومن ثمرة الاستمرار على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، من ثمرة الاستمرار على تاج الذكر، من ثمرة الاستغفار الكبيرة، من ثمرة الصلاة على النبي ثم الصلاة على النبي ثم الصلاة على النبي. قلبك هيكون مشحون بنور ذكر الله ونور بركة القرآن، وصدق القرب والتعلق بالله عز وجل هتستشعريه أكتر من كتر ذكر الله عز وجل. يعني أول خطوة وأول سلمة في إن قلبك يبقى مشحون على طول ومنور بنور الإيمان التعلق بذكر الله عز وجل، وإن يكون ليكي ورد مستمر عليه مع تدريب النفس. احنا عدينا في رمضان، هو تقريبا احنا النهاردة 22 أو 23 رمضان. طول الفترة دي طالما انت التزمتي بجدول ذكر أو جدول عبادات خلاص نفسك اعتادت وتعودت، بل هتبقى صعب بعد كده انك تخلعي الأوراد أو الحاجات العادات والعبادات اللي انت استمرتي عليها. كل حد بدأ بصعوبة وجاهد نفسه صعب ان هو يترك الحاجة دي، لان خلاص على قد ما النفس بتبقى يعني بتجاهدك ومش تبقى العبادة صعبة عليها، على قد ما النفس لما تيجي تتركي العبادة دي ولو مؤقتا النفس بتأبى سبحان الله وتبقى عايزة العبادة دي، خلاص تعلقت بها ما بقتش قادرة تعيش من غير العبادة دي. ان شاء الله حبيباتي يكون بعد رمضان قلبك كله بقى معلق بالله عز وجل، ينخلع قلبك من التعلق بالواقع أو بالأسباب المادية أو بالناس، تقوي بقربك من الله عز وجل. هتبدأي تفعلي طاعات أكثر وأكثر، هتبقى العبادة إن شاء الله بإذن الله سهلة ويسيرة عليكي. هتبدأي بقى تزودي وتدخلي طاعات أكتر وأكتر كمان بعد رمضان. قيام الليل استمري واثبتي عليه لما بعد رمضان. هتلاقي الحزن والقلق والخوف والاكتئاب كل الأمور دي قلت من عندك بنسبة كبيرة، بل تكاد تختفي إن شاء الله بإذن الله. ابدأي في التغيير من جديد، ابدأي حياة جديدة مع الله عز وجل فيما بعد رمضان إن شاء الله، علشان نكون استفدنا من رمضان ومن ثمرة الصيام ومن ثمرة القيام ومن ثمرة الدعاء والذكر. أسأل الله أن يبلغني وإياكم ليلة القدر، اللهم آمين. اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ممكن حد دلوقتي يقول يا ام عليا ده العبادة فعلا الحمد لله بقت سهلة علينا وحابينها، بس احنا خايفين ده الشياطين مصفدة، وفين الأذكار وفين الحفاظ على أذكار الصباح والمساء حصن حاصل ليكي من الشيطان، فين تاج الذكر حرز ليكي من الشيطان طول اليوم. ما هو احنا عندنا أدوات وأسلحة طول السنة تقدري تستخدميها تبقى حرز ليكي من الشيطان، تبقى العبادة سهلة وبسيطة وميسرة عليكي. لغاية كده انتهت حلقة النهاردة طالعة من قلبي، أسأل الله أنها توصل لقلبكم. ما تنسيش لايك الفيديو علشان غيرك يشوفه وينتشر. دمتم في أمان الله حبيباتي ومحباتي من قناة سفيرة السعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.